القتل سمن الوطنية. عائلة الأم الماس. الأم الماس تبلغ من العمر 58 عاما. الأب محمد صبري شوقي يبلغ من العمر 60 عاما. هما من قرية معاملة التابعة لناحية راجو. لديهم 5 أولاد. كانت العائلة تعيش في حي الشفي في عفرين بأمان واستقرار. كافح الأب ليلا ونهارا ليستطيع تأمين لقمة العيش لعائلته بكرامة. وأثناء عهد الإدارة الذاتية عمل في خدمة الأمن الداخلي الأصايش. كان يعرف بوطنياته وأخلاقه النبيلة وتعلق بأرضه وحبه لعائلته. أما الأم الماس ذات الشخصية القوية، وهي الصفة التي تتميز بها نساء قرية معاملة. كانت الماس الجميلة ذات شخصية جسورة، ولأنها إنسانة وطنية وتحب أرضها وشعبها، حيث ناضلت كامرأة ضمن صفوف حركة الحماية الجوهرية هابجة. صدفتها عدة مرات بلباسها المميز الخاص بهذه الحركة. كانت حين تحمل السلاح بيدها لا تخشى شيئا، واثقة من نفسها تحمي أرضها وشعبها. وأثناء مقاومة العصر قاومت على أرضهم 58 يوما، وفي نهاية المطاف أجبروا أن يخرجوا من بيوتهم عنوة وتوجهوا إلى مناطق الشهباء. وفور وصولهم أقاموا لمدة يومان في قرية آقبة التابعة لناحية شيراوة. وكانت العائلة في صدمة الحزن والألم والخوف، لا يعلمون ماذا جرى لهم. فالأب الوطني الذي يحب بيته وأرضه لم يتقبل خروجه من بيته، فأصر على العودة، ولم يتمكن أحد من منع الأب العودة. ولأن كبار السن متعلقين بالتراب، عاد الأب بعد يومين إلى بيته وأخذ معه ما تملك العائلة من مال وذهب. لم يدرك ماذا يخبئ له القدر بعودته. طبعا العملاء والخونة أخبروا عنهم للدولة التركية بأنهم عائلة وطنية. وبأول وصوله إلى حارته رأى الفوضى وأناس غريبون منهم فصائل المرتزقة وجنود الأتراك. وعندما نظر إلى بيت ابنه أحمد الذي كان عضوا في حركة الحماية الجوهرية هابجة، رأى لغما معلقا بباب وضع من قبل الدولة التركية، فابتعد عنها. لكن الجنود الأتراك والمرتزقة أجبروه على فتح الباب ووضعوا السلاح في رأسه، فالمسكين لم يبقى أمامه مفر، فاضطر لفتح الباب. حينها انفجر به اللغم وانتهت حياته أمام بيت ابنه، وتشتت أشلائه وتبعثرت هنا وهناك. وبعد الحادثة ذهب الجيران لجمع أشلائه ودفنه، لكن جنود الدولة التركية منعوهم وقالوا لهم لتأتي عائلته وتدفنه. وبقيت جثته أمام المنزل حتى كتابة قصته لمدة 2 وشهر. تقول الزوجة: ذهب بتاريخ 19 آذار، وسمعنا من الجيران شهادته بتاريخ 21 آذار. وهكذا أصبح الأب محمد ضحية من ضحايا الدولة التركية الطورانية، وتشتتت عائلته. وإلى الآن تعيش العائلة في مخيم المقاومة برخدان في الشهباء ضمن الظروف الصعبة في هذه المخيمات. ومضى أكثر من 2 وهم يرسلون أقاربهم لكي يدفنوا عظامه كي يرتاح، لأن إكرام الميت دفنه. فهؤلاء الذين يدعون الإسلام لا يعلمون ذرة من أخلاق الإسلام ولا يقبلون دفنه. فهذه هي أفعالهم وأخلاقهم المعروفون بها. فهل الأب محمد كان إرهابيا وعقوبته أن يقتل أمام بيته، أم كان إنسانا وطنيا يحب تراب وطنه ودافع عنه حتى آخر نفس ليموت شهيدا على أرضه الحبيبة ويحقق ما كان يريده بكلمته الأخيرة قبل أن يودع عائلته؟ قال: الموت حق،
فإذا كان للإنسان أن يموت فليمت على أرضه، وأنا أريد أن أرثى على تراب وطني ووصل إلى ما كان يتمناه شهيد تراب الوطن.